السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساء الخير. ده شوقي، راجل محترم جدا، سنه في وسط الثلاثينات، ما اتجوزش لحد دلوقتي وعايش مع أمه وحيدة. جرب يرتبط كتير بس ما حصلش نصيب. شوقي راجل نشيط ومجتهد، بيصحى الصبح بدري جدا وبيروح من الشغل متأخر جدا، يعني حياته كلها تعتبر شغل وأمه وبس. وفي يوم من الأيام وفي لحظة تفكير من شوقي قال لنفسه: هو أنا لو سبت الشغل هقدر ألاقي شغل تاني ولا لأ؟ طب ليه يا عم شوقي عايز تسيب الشغل؟ الأسباب كتير وما بتخلصش. أولهم المدير، واللي أثبتت الدراسات إن 50% من الموظفين اللي بتسيب شغلها بتسيبه بسبب المدير اللي بيكرهك في الشغل وبيضغط عليك طول الوقت، وفي الآخر برضه مفيش تقدير، بيقول عليك مقصر ومهما عملت مش هتعرف ترضيه. ده غير المدير المغرور والأناني واللي فعلا ما يهمهمش حاجة غير نجاحه. انت بقى مديرك عارفك؟ لا. خلاص، يبقى ايه السبب التاني؟ السبب التاني بيكون زمايلك في الشغل مثلا، بمعنى صح بيئة العمل اللي حواليك. زميلك العصفورة اللي بيوصل الكلام دايما للمدير، وممكن يكون المدير بيبهدله برضه معاه بس هو حابب العصفرة زي هواية يعني. وزميلك المطبلاطي اللي كل ما تشوفه تبقى عايز تنقطه، أو زميلك المتنمر اللي مش سايب حد في حاله. بيئة العمل اللي فيها ناس بتطلع أوحش ما فيها مع الناس بتخليك كاره الشغل وعايز تسيبه. انت بقى زمايلك فيهم القرف ده؟ لا. خلاص، يبقى ممكن السبب التالت، والسبب ده متعلق بيك انت شخصيا، هو انك مش شايف نفسك في الشغل ده او المكان ده، حاسس بضغط وتعب على الفاضي، ما بتعملش الحاجة اللي انت بتحبها او عايزها، انت بس شغال عشان الكتمنص فقط. فده بيحسسك بالخنقة وانك عايز تسيب الشغل عشان ما عندكش روح في الشغل اللي يخليك تشتغل بنفس، مش شغال وخلاص. هل انت حاسس بكده؟ لا. امال في ايه يا شوقي؟ مالك؟ روح اشاوي الشغل وبلاش تفكر كل يوم في نفس الموال على الفاضي. بس لو عندك اي سبب من الاسباب اللي مخلياك مش مرتاح في الشغل، اولا افتكر دايما انك في نعمة واحسن من غيرك بكتير. ثانيا حاول فعلا تشوف ايه سبب مخليك مش طايق الشغل وحاول تشوف حل، وما تضيعش نفسك بقرار سريع مش مدروس. وحاول تاني وتالت شوف الحل الانسب، وحاول تساعد نفسك بنفسك مهما كان التمن، لأن في الأول وفي الآخر إحنا في رحلة، ومش دايما هنهتم بحالنا ونسعد نفسنا ونعمل آخرتنا. وبكده تكون خلصت قصتنا النهاردة. أشوفك تاني في قصة وحكاية جديدة. سلام.